السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هقولك على معلقه واحده بس هتحطيها على الفراخ، على الحمام، على البط، على لحمه، على كبده، على مثلا كرشه، ممبار، اي حاجه، سمك، اي حاجه انت بتشمي فيها ريحه زفاره، عايز تخلصي من ريحه الزفاره بمعلقه واحده بس. هنحطها مع بعض دلوقتي. ده طبق كده صغير كان بانيه عندي في الفريزر بقاله فتره، فقلت اطلعه يعني ايه اعمل بيه اي حاجه وكده. يعني استغله يعني في اي حاجه في الغدا وكده. تمام. بس حاسه ان هو من كتر ما هو كان في الفريزر بقاله فتره طويله، حاسه ان فيه ريحه زفاره شويه. فانا هحط عليه معلقه دلوقتي هتضيع لي ريحه الزفاره خالص. لا تقولي لي بقى ليمون ولا خل ولا مش عارفه، هي دي بس. وتحطي شويه ميه وتنقعي فيها الحاجه، وبعدين اشطفيها شطفتين واتفرجي بقى. مفيش اي ريحه خالص. ويا لهوي بقى لو عملتي بيها الكرشه بقى، لو مثلا انت من الناس اللي بتحب الكرشه والكرشه بيبقى فيها ريحه، مهما تغسلي فيها بيبقى فيها ريحه. حط لها بس معلقه من اللي انا هقولك عليها دلوقتي، وانسي اي ريحه. تعالي يلا نشوف ايه المعلقه دي عشان ما نطولش الفيديو كتير. معلقه اهي من الطحينه العاديه بتاعتنا. هنحط الطحينة عليها وهنسيبها منقوعة في الطحينة بتاع مثلا 10 دقايق، ربع ساعة. وبعد كده بنبتدي نشطفها كويس جدا. عايزة تحطي عليها شوية مية مفيش اي مشكلة خالص. اهو برضه هنحط عليها شوية مية مفيش مشكلة هنا في الطبق، وعليها شوية مية، وهسيبها في الطبق حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. وبعد كده ببتدي اشطفها شطفتين واستخدمها زي ما قلتلك، سواء لحمة، فراخ، سمك، كرشة، ممبار، اي حاجة فيه ريحة زفارة، كبدة، اي حاجة. زي ما قلتلك اهو حط عليها كمان المية اهي، وهسيبها شوية في المية. بعد كده امسك البانيه اشطفه شطفة حلوة وابتدي استخدمه، ولا هيبقى فيه ريحة زفارة خالص. هي معلقة الطحينة بتضيع اي زفارة موجودة في اللحوم عامة. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.